إزاي قائد جيش يخون مملكته كلها عشان وعد بالسلطة؟ صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. في قلب مملكة كوش العظيمة كان في أمير نوبي اسمه أماني. أماني كان قائد عسكري محنك، الكل بيشهد بذكائه وقوته في ساحة المعركة. لكن جوه قلبه كان في طموح أسود، طموح للحكم مهما كان الثمن. في الوقت ده كانت الحرب شغالة على أشدها بين مملكة كوش والمصريين. الجيوش الكوشية كانت صامدة زي الجبال، والمصريين مش عارفين يتقدموا شبر واحد. فرعون مصر كان ذكي وعرف إن القوة العسكرية لوحدها مش كفاية. بعت رسالة سرية لأماني، رسالة بتلعب على وتر طموحه. الوعد كان واضح، لو ساعدت جيوش مصر هتبقى أنت الحاكم الجديد لكوش. أماني اللحظة فكر في شعبه وتاريخه، لكن شهوة السلطة كانت أقوى. وافق على الخيانة وبقى العميل السري لفرعون مصر جوه مملكة كوش. كان يعرف كل الممرات السرية في الصحراء والجبال، ممرات محدش غيره يعرفها، ودي كانت نقطة ضعف كوش اللي محدش عمره تخيل إنها ممكن تتكشف. وفي ليلة ضلمة قاد أماني الجيش المصري بنفسه عبر الممرات دي. الجيوش المصرية ظهرت فجأة من ورا خطوط الجيش الكوشي. كانت صدمة ومفاجأة محدش عمل حسابها. الجنود الكوشيين الأبطال لقوا نفسهم محاصرين بين جيشين. المعركة اللي كانت محسومة لصالح كوش اتقلبت في لحظات. تخيل